اهلا وسهلا بكم معايا الغزاله ديالي. نتمنى تكونوا بالف خير وصحه وعافيه ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله على القناه معايا. نتمنى لكم عواشركم مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، باش ما تمنيتو ان شاء الله بطولة العمر والرزق ان شاء الله والصحه جديده. هادشي اللي كاين. اليوم البنات غادي نعمل شويه شباكيه في داري، قلت علاش لا ان شاء الله ما نشاركش معكم مع المتتبعات ديالي الغزالات. احنا عارفين جميع الامهات المغربيه حادقات وتبارك الله عليهم. انا بغيت نشارك معكم وصافي الوصفه ديالي البسيطه. انا ماشي محترفه، بغيت نشارك معكم وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى منكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، واللي دخل جديد مرحبا به والف مرحبا. ما ينساش يدخل يضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد ان شاء الله. بقاو معايا. غادي نقول لكم المقادير البنات ديال الشباكيه. عندي هنايا كاس ديال الزنجلان اللي مصهد وصافي، ما محمرش بزاف في المقله، وطحنته ومزيان، طحنته مزيان بهذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا عجينه رجع ما كتقطعناش العجينه. وعندي هنايا كاس مع مرشي ديال اللوز، قشرته وقليته في الزيت بارده، طحنته حتى ولا على هذا الشكل هذا، حتى هو طحنته مزيان. عندي هنايا كاس ديال المزهر، عندي هنايا كاس ديال الزيت بلديه. عندي انا زيت خفيفه وصافي عليها عملت زيت بلديه، ما عملتش الروميو البلديه. عندي هنايا كاس مع مرشي ديال الزبده من اصل حيواني. عندي هنايا كاس د الماء اللي دوبت فيه واحد الدويمه ديال زعفران شارع، حيتاش ما كتوفرش عندي زعفران شارع، عملت الدويمه عفوا. عندي هنايا واحد الملعقه كبيره ديال الخل. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال النافع، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. عندي هنايا معلقه ديال القرفه كبيره وشويش ديال كميه قليله جدا من مسكه الحره. عندي هنايا شويه كاوزه غير شويه، ونتيفه ديال الملحه والطحين. ها نتوما كتشوفوا كيفاش عندي مغربل. هنايا عندي كيلو وشي حاجه. ونشوف هاد السوائل هادي شحال غادي يهزوا لي، هاد السوائل هادو شحال غادي يهزوا لي ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوا معايا البنات. غادي نستعن بالخلاط، حيت شفت بزاف ديال البنات كيعملوا هاد المواد السائله واللوز وهادشي كامل في الخلاط، من بعد كيوضعوا كلشي في اناء وكيزيدوا الدقيق. هادشي اللي غادي نعمل معكم، وغادي نشوف النتيجه كيفاش غادي تجيني. لا، عندي هنايا كاس الزيت، عندي هنايا كاس ديال المزهر، وعندي هنايا كاس مع مرشي ديال الزبده. نمشي ديك الماء ديالها تحت. عندي هنايا كاس ديال الزنجلان، نتمنى التصوير يكون باين. غادي نزيد اللوز. نتوما كتشوفوا اللوز عندي مطحون مزيان باش ما تقطعليش العجينه. طحنته على الشكل هذا. الريحه طالعه منه يا سلام، ملي كيكون مقلي كتجي حاجه لذيذه. غادي نزيد هنايا، عندي هنا مسكه الحره والقرفه. عندي هنا بحال اللي ذكرت معكم النافع وخميره الحلوى. عندي ملعقه كبيره ديال الخل، شويه د الكاوزه، شويه د الملحه، نتيفه د الملحه صافي. وغادي نزيد هاد كاس الماء اللي فيه عندي الزعفران صافي. هادو هما المقادير ديالي البنات. غادي نطحنهم هنايا.
نطحنهم ونرجع معكم البنات. هانتوما كتشوفوا البنات انا طحنت كلشي هنايا في الخلاط. بصراحه بان لي كيتخلط احسن من اليد. المقادير ديالي كامل عملتهم هنايا من غير الدقيق. غادي نخوي كلشي هنايا. الريحه طالعه غزاله. ما بغيتش نشارك معكم اللحظه ديال الطحين باش ما يكونش ازعاج في الفيديو. نتوما غادي نستعين بسباتولا باش ما نخلي حتى شي حاجه. اسمحوا لي. صافي البنات انا بحكم ما عندي شي القصعه، ما عنديش شي اناء كبير، غادي نعجن في هنايا في العجانه. غادي نبقى نزيد الدقيق، عندي مغربل، مقادير كامله عملناهم بحال اللي وريتكم قبل. غادي نبقى نعمل الدقيق وغادي نشعل الماكينه ديالي وغادي تبقى تدلك لي. كما كتشوفوا البنات شويه شويه شويه. كما كتشوفوا البنات من بعد ما عجنتها معكم قلت لكم انا بحكم ما عنديش الكسعه عملتها في ماكينه العجينه. ما عنديش شي اناء كبير غادي يتعلي فيه الطحين وديك الخليط ديال الشبكيه. عملتها في ماكينه العجينه وسهلت عليا، ما درت حتى شي حاجه. كما كتشوفوا العجينه قاصحه. شوفوا صافي. دابا غادي نقطعها الى قطع، الاحسن يكونوا صغارين بهذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ما تنساونيش باللايك البنات والبارطاج. غادي نزيد نصغرو حسن باش تجي نخدمها ساهله. هكذا 6 7 8 9 البنات. 9 اللي عملت. هانتوما غادي نعملهم هكا كويرات. غادي نعمل الخبز ومن بعد غادي نورقو. نيت نزيد ندير فيه شويه الشكل هذا. غادي نقص منها. غادي نعملو في الماكينه باش ما يبقاو لي زوائد. كما كتشوفوا هذه غادي نقص منها شويه. هذه مازال عندي كبيره، بس كويرات غير صغيورين. غادي نغطي كلشي بالسلوفان البنات. نستمر بالطريقه هذه ونغطيهم بالسلوفان. صافي البنات من بعد ما شكلت على هاد الكويرات هيدا صغارين، دابا كندوزو كنطلقوا ديك الكويرات هيدا وكنورقوها. كنعملو بحال اللي غادي نعملو شي رغيفه هيدا، وكنعملوهم بالسلوفان حتى كنساليوهم كاملين. وبغيت نقول لكم انا عملت كيلو و 300 غرام. هادشي اللي شاط لي منه واحد مقدار ديال 2 الكيسان. هادشي اللي هاز لي انا الطحين ديالي. والطحين كل واحد على حسب الطحين اللي عنده. كاين الطحين كيشرب، كاين الطحين ما كيشربش بزاف. غادي نستمروا على هذا الشكل هذا حتى نورقوهم كاملين وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا هنا عندي ديال خمسة كنقطع، كنعمل 2 على 2، كنقلب، كنجيب هذا هنايا وكنقرصوه هكذا هنايا وكنقلب بلا ما تهزوه. كنتمنى تكون التصويره واضحه. غادي نزيد معكم وحده اخرى. كنزلو 2 على 2، ها 2 على 2، وكنقلبو وكنجيبو هذا لهنايا فوق الشريط الاول وكنقرصوه هنايا مزيان باش ما يخرجناش، وكنقلبو من الوسط حتى الجوانب بلا ما نضغط عليهم. بغيت نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كنزل 2 على 2 وكنقلب، كنزل 2 على 2 وكنقلب. هاد الواحد اللي بقى لي بوحدو كنجيبو هنايا وكنقرص عليه مزيان وكنقلب من الوسط.
هانتوما هانتوما كنزل جوج على جوج وكنقلب. كيبقى لنا واحد الشريط الخامس كنجيبوه هنايا على الاولاني وكنسدو. الا كانت العجينه ناشفه فزقوا يدكم شويه وكنقلبوا على سطح العمل من الوسط. نزيد معكم وحده اخرى تنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. كنزل جوج على جوج وكنقلب كلشي. كيبقى لي واحد هنايا نتمنى يكون واضح. كنجيبو فوق هادو وكنجمعو هيدا كنقرصو مزيان وكنجي من هنا وكنقلب من الوسط. تخسرت لي هادي ماشي مشكل. عرفتي كيفاش القاع. كنزل جوج على جوج كنقلب كلشي. الخامس كيبقى مسكين بوحديتو. كنجيبو هنا فوق هذا الاولاني وكنقرصو مزيان وكنقلب من الوسط. ها ساهل. هانتي كتجي الورده على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون فيديو واضح. بقاو معايا حتى الاخر. هانتوما كتشوفوا الغزالات ديالي. ها الشباكيه ديالي ها هي مشبكه. انا شبكتها في الليل وبيتها ودابا حيتاش كنفرق الشغل كنفرق الخدمه ديالي حيت ما مسالياش زعما نعملها نعجنها ونشبك ونقلي ونعسل في دقه واحده. هادشي اللي كاين. المهم هانتوما الشباكيه ديالي. الشباكيه ديالي كيفاش كتجي. دابا غادي ندوز نقليها هنايا ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. هانتوما كتشوفوا البنات. حاولت نزومي لكم على الطاوه اللي كنقلي فيها باش تشوفوا كيفاش كتجي مجعبه. هانتوما كتشوفوا يعني العجينه ناجحه كتجي غزاله. ها كتعملها في فمك كتذوب كامله مجعبه. نتمنى تتبعوا معايا. هانتوما كتشوفوا الغزالات ديالي من بعد ما ساليت الشباكيه ديالي بالقليان جات على هذا الشكل هذا. جات كتجي غزاله شاربه العسل. هانتوما كتشوفوا هانتوما كتجي فتيه وشاربه العسل. هانتوما كتشوفوا. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج مع العائله والاصحاب باش تعم الفائده ان شاء الله. هادشي اللي كاين. عشركم مبروكه. دخول عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.